اللاعب لامين يامال يصدم المراسل بعد أن سألوا المراسل من أفضل من وجهة نظرك، رونالدو أم ميسي؟ بعد انتهاء طبعا مباراة المنتخب الأسباني وإنجلترا في نهائي اليورو، واللي انتهت بفوز المنتخب الأسباني بهدفين مقابل هدف. قام أحد المراسلين بعمل لقاء سريع مع لاعب المنتخب الأسباني يمين يامال، وبعد أن تحدث معه المراسل عن مجريات المباراة قال له المراسل: أصبح لك شريحة كبيرة جدا من المعجبين، حتى إن البعض أصبح يقارنك بميسي وكريستيانو ورونالدو. بمناسبة الحديث عن ميسي ورونالدو، من الأفضل من وجهة نظرك، كريستيانو أم ميسي؟ فابتسم اللاعب يمين يامال وقال: رونالدو ولا ميسي بالنسبة لك؟ هما الاتنين أسطورتين، فكيف إنهم يتقارنوا ببعض؟ أما عن سؤالك من الأفضل، لو أنا اخترت ميسي على أن يكون هو الأفضل فسوف أظلم رونالدو، لأن رونالدو لاعب عظيم بكل تأكيد. وإذا اخترت كريستيانو على أن يكون هو الأفضل فسوف أظلم ميسي، لأن ميسي أيضا لاعب فريد وعظيم. ميسي ورونالدو أسطورتين، وأعتقد أنه لن يأتي على أبد الدهر أي لاعبين زيهم. هذا ما قاله اللاعب يمين يامال بعد المباراة، وكمان قال: أنا بفتخر إن أنا لاعب في المنتخب الأسباني، ولكن المغرب كانت فترة في حياتي ولن تكرر مرة أخرى، عشان كده أنا ما لعبتش داخل جدران المنتخب المغربي. طبعا اللاعب كتير والصحف الإسبانية كلها بتتكلم إن هو ليه مستقبل كبير جدا في كرة القدم، وقالوا ستتذكروا دائما إن انتوا عارفين إن اللاعب ده هيفضل هو العلامة وهيكون هو خليفة لميسي في يوم من الأيام.